لماذا ارتدى أطباء الطاعون أقنعة على شكل منقار الطيور؟ طبيب الطاعون هو واحدة من الأمور الأكثر غرابة في العصور الوسطى. كان هذا الوباء كموجات تضرب العالم على مدار 6 قرون، وكان لمصر نصيبا كبيرا منها. اعتقد الناس في ذلك الوقت أن المرض كان ينتقل عن طريق الطيور، أو عن طريق الهواء، أو عن طريق الروائح الكريهة. تم تصنيع قبعة على شكل منقار الطيور، وكان هذا المنقار معبأ بالأعشاب التي تحمل روائح المسك والعنبر والورود والنعناع. وكان الطبيب يرتدي معطفا طويلا مطلي بمادة الشحم، ظنا منهم أن الشحوم تمنع التصاق المواد السائلة من المصاب بالالتصاق بالمعطف. وكان الطبيب يحمل أيضا عصا لفحص المريض، حيث كان لا يلمسه أبدا، أو كان يستخدمها للإشارة بها، حيث كان الأطباء يسجلون وصيات مرضاهم عند موتهم، حيث كان المرض لا يتعدى 4 أو 5 أيام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام، وأعوذ بك من سيء الأسقام.